ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشوني من الفيديو اللي فات. بصوا بقى الجمال ده انا مستنيه الشتا عشان الحلبه دي. بنتي اصلا شهر 12 واحد تقول يا مامي انت هتعمليها امتى. بصوا الجمال، بصوا فظيعه فظيعه بجد، ملهاش حل. بصوا انا مش هتكلم عليها اكتر من كده، انا عايزه اقول لكم يلا بينا عشان اقول لكم بقى الجمال والحلويات دي هتتعمل ازاي. والمقادير موجوده، يعني انتوا هتجيبوها حاجات بسيطه قوي، ودي الكميه دي تعمل 2 كيلو. شوفوا بقى انتوا بقى ايه، اما تشوفوها تروحوا على طول تعملوها بالظبط بنفس طريقتي. يلا بينا نشوفها هتتعمل ازاي. دلوقتي معانا اهوت حله على النار، هنحط فيها كوبايه زيت. بصوا بس يكون زيت بقى نضيف، عشان ايه؟ يعني ريحته حلوه. تمام، اهي كوبايه زيت اهي. بصوا بقى هنجيبوا ايه، احنا هنعمله مفتقه. بصوا بقى طريقتي دي من الاخر، كانت حماتي الله يرحمها قالت لي عليها، هي بصراحه هي اللي كانت بتعملها وماما. بس انا بقت ايه، يعني اما حماتي توفت وكده وماما بقى ايه خلاص ما بتقدرش تقف كده، ربنا يديها الصحه، فانا بقيت اعملها على طول. بصوا بقى الطريقه دي، حطيت كوبايه زيت هنا، انا معايا ربع سمسم، انا جايباه طبعا منقياه ومخلياه زي الفل. اديله تحميصه، هو اصلا متحمص، اديله ايه تحميصه كويسه قوي. بصوا كده هو، بصوا انا هقرب لكم ايه الكاميرا عشان ايه تشوفوا. شايفين كده؟ بصوا كده، نخلوه كده ايه يتحمص كده، هو يعني ياخد ايه زي تقليبتين مع كوبايه الزيت، ولازم حله كبيره. تمام، هنيجي نحطه هنا. بصوا معانا، يعني احنا كده بنفضل نقلبه اهو. هنيجي نحط كوبايه نص كوبايه دقيق. تمام، بصوا انا من كل مقادير بكوبايه واحده، يعني انتوا حدوا الكوبايه برضه اي حاجه ما عدا السمسم والسوداني حسب ما انتوا عايزين، يعني ده يتحط بالمقدار اللي انتوا عايزينه. بس انا شايفه على 2 كيلو عسل حلو قوي، انا حاطه ربع سمسم لقيته كتير فما رضيتش اكتر بصراحه. كده انا بحمر السمسم مع الدقيق، لازم احمر الدقيق قوي. تمام، بص انا عايزه اوريهولكوا كده اهو على كوبايه الزيت. بصوا نفضل كده لغايه ما نلاقوا ايه، نشم ريحه الدقيق، ما ينفعش نحطوه وهو ني، نفضل كده نقعدوا نقلبه ما نسيبوهاش. تمام، اهو السمسم معايا هنا بقى حلبه جايباها من عند العطار. انا طول عايزه اعمل تقريبا 2 كيلو عسل، حاطين زي نص كوبايه كده، عاملوا معايا معيار نص كوبايه، عطاني الكميه المعقوله. تمام، لازم تحطوها كده، بصوا تنخلوها كده اهو. بصوا كده، هي مر قوي. بصوا كل ده القشر ايه يعني ما طحنتش كويس، طبعا انا مش محتاجاله. بصوا كده، وتتقلب برضو بالمنظر ده. شايفين اه كده يتقلب ايه الحاجات الحلوه دي. بصوا كل الحاجات دي تتحمص مع بعض. هنا بقى معايا، بصوا جبت انا زي ايه شويه، زي 3 معالق كده مغات. انتوا عندكم الحلبه اللي هي اللي احنا بنشربوها اللي هي المحوجه، حطوا معاكم عندكم مغات او اشتريتوا مغات براحتكم. انا برضو العطار بتاعي قلت له 2 كيلو عسل، اعطاني يعني برضو زي يعني 3 معالق. تمام، بصوا برضو كل الحاجات دي انا بنخلها. بصوا برضو فيها الحاجات ديت انا مش حباها، عشان لما تيجي يبقى كل حاجاتنا نضيفه ومتنقيه وكده، ما فيهاش اي حاجه ايه تقعد وانتوا بتاكلوها يعني تقرمش كده الحاجات دي.
تمام. بصوا بقى كده، مش عايزه اقول لكم يا خرابي على الريحه، احي فظيعه. بصوا الحلبه دي بتطخن، يعني اللي هم ايه عايزين يتخنوا بياخدوها. طبعا الواحد ايه اللي بيعمل ريجيم، انتوا بقى مثلا ايه اكلتوها مثلا، يعني مثلا الصبح تاخدوا لكم معلقه الولاد وهم رايحين الامتحان مثلا، معلقه الصبح، الكلام ده كله تبقى بصراحه تحفه، بتخلي الذاكره كده، نشط لهم الذاكره، تديهم طاقه. المعلقه دي مش هتعمل اي حاجه خالص. تمام. احنا كده حطينا كل الحاجات الحلوه دي مع بعض خلاص. بصوا بقى معانا هنا، انا معايا هنا ربع سوداني، هو متحمص وكله، برضه هحطه على الخلطه دي كلها. طبعا انتوا عندكم اكتر براحتكم خالص، انا دول اللي ايه اللي هم كانوا عندي. انا الحاجات الحلوه دي عندي بقالها كتير، بس لسه هي وقتها شهر، ليا شهر واحد. بصوا كده، ممكن نحط لها شويه زيت كمان، بس انا شايفاها كده حلوه. بصوا بقى كده، بصوا انا هفضي شويه زيت كمان، هحط كده في الكوبايه كده، يعني مش كتير. يبقى بصوا ال2 كيلو انا خدوا معايا كوبايه ونص زيت. تمام، عشان الحاجه ايه تتحمص تبقى حلوه. بصوا كده، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تحفه. بصوا انا عايزه اوريكم الشكل بتاعها، بصوا بسم الله ما شاء الله، تحفه. نستنوا بقى الحاجات الحلوه دي كلها كده تديها تحميصه كده حلوه مع بعضها، يعني زي 5 دقايق كده اهو، عشان يبقى كله متحمص وشارب من طعمه كله. تمام. بصوا حبايبي السمسم، يبقى احنا هنا حطينا ايه بقى، حطينا كوبايه ونص زيت. تمام. حطينا عليهم ايه ربع سمسم، او شوفوا السمسم اللي انتوا عايزينه، ربع نص براحتكم، بس دي الكميه المظبوطه بتاعت ال2 كيلو عسل. وحطيت عليهم زي تقريبا كده ربع كوبايه او نص كوبايه من اللي انا وريتها لكم، حلبه، اللي هي الحلبه المره ديت من عند العطار. وجبت 3 معالق مغاط، هو عطاني الكميه دي، قال لي دول، ما عطانيش هو 3 معالق، هو قال لي الكميه دي مغاط للحلبه ال2 كيلو، فانا عيرتهم طلعوا 3 معالق. تمام. وحطيت السوداني زي ربع كيلو برضه. بصوا كده، انا كنت حاطه كوبايه زيت الاول، بس لقيتها ايه الحاجات مش هتتحمص كويس، نص كوبايه دقيق. تمام. جبت بقى انا العسل الاسود بتاعي، طبعا انا جايباه سايب، مش جايباه من عند اللي هو المعلب، اللي هو في علب يعني او برطمانات. بصوا انا جايباه من عند واحد صعيدي، هو العسل حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، ده العسل ده انا جايباه من اللي هو عطاهولي من البلاص، والله جميل، هو بيفضهولي. انا عارفه، انا مش اول مره اشوف اجيب عسل يعني بيتفضلي من البلاص. بصوا كده انا بفضيه اهو كله، عشان ده 2 كيلو بالظبط. بصوا كده، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا انتي بقى عايزه تضاعفي الكميه دي حاجه ترجع لك، بس انا شايفه ال2 كيلو دول حلوين قوي قوي، وهيقعدوا معايا يعني، بالنسبه اللي انا يعني انا بحبها، فربنا يستر بقى. وعندي بنتي بتحبها وجوزي، مش لا الكبيره مش قد كده، بنتي الكبيره مش قد كده، ملهاش تقل فيها، ولا محمد ابني برضه.
بصوا كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كده بقى نفضلوا نقلب فيها ما نسيبهاش لغايه ما نلاقوا ايه العسل يقلب يعني او تتربط مع بعض اللي هي تتقل. فلازم تتقلب كده عشان الحاجات ما تكلكعش. تمام. بصوا كده الريحه بقى فظيعه. وعايزه اقول لكم حاجه، لو انتوا هتاكلوها اوعوا تاكلوها وهي سخنه، هتلاقوا الحلبه لسه مرره. فانتوا تستنوا على لغايه ما تهدى هتلاقوها تقلت وخلاص بقى. ريحه الحلبه بقى بطعمها فظيعه مع عيش بقى فينو او عيش بلدي سخن، يا خرابي فظيعه. حد بقى يجيب لي عيش كده فيه، هشوف بقى انا ايه عندي البواب يجيب لي عيش فينو والله العظيم وعارفه لو اكل النهارده كده كده النهارده الجمعه. بصوا لا وبصوا الالوان بتاعها بسم الله ما شاء الله فظيعه. بصوا كده تفضل بقى كده تتقلب لغايه ما ايه ما كله يغلي مع بعض. تمام. هي غلوه واحده بس كده او لحد بصوا لحد ما نلاقوها تربط. ما انا ممكن غلوه معايا الاقيها ربطت خلاص، ممكن الاقيها لا مستنيه حبه. بصوا كده وانا معايا كده المضرب خلاص كده هنقعد بقى ايه نقلب فيها لغايه ما هي اول ما تغلي هنوريها لكم على. بصوا يا حبايبي بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا العسل. بصوا انا معايا هنا عصير ليمونه صفيها وكل حاجه هحطها عليه. هتقولوا ده ليه؟ هقول لكم عشان ما يخليش العسل ده لو قعدت عندي الكميه دي ما يسكرش. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هو كده ايه خلاص. بصوا بقى كده بدل نازل كده خط ما بيتقطعش تعرفوا اللي هي ايه خلاص. لا الريحه فظيعه بس طبعا ايه متعرفيش تاكليها وهي سخنه قوي كده. انا بقى اطفي عليها. خلاص طفيت عليها بقى كده اسيبها بقى تهدى شويه وهفضيها بس تهدى. تمام. عشان ايه اوريكم بقى الشكل النهائي بتاعها. انا عايزه اوريكم شايفين انتوا الشكل بتاعها عامل ازاي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. لسه عشان كل بقى ايه هي هتتقل هي كده هي خلاص بس لسه ما تقعد كل ما هتقعد كل ما هتتقل بقى. انا هوريها لكم اول ما تهدى شويه كده وافضيها بقى اوريها لكم ان شاء الله. حبايبي الحلبه هي خلاص. بصوا مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. بصوا الشكل بقى والجمال. بصوا هي لسه كمان دافيه دي لسه كل ما هتقعد كل ما هتجمل تتقل مش تجمد. بصوا بسم الله ما شاء الله شايفين. بصوا شايفين الشكل عامل ازاي. طبعا انتي عشان تاخدي بقى منها تفضلي بقى تقلبي عشان طبعا مش هتاخدي الطبقه اللي فوق دي كلها. لا بصوا الجمال بقى عامل ازاي. هي ما اقولكوش بقى على الريحه فظيعه. هي بقى طبعا بصوا هي لسه ايه دافيه كل ما هتقعد يعني ممكن دي على بكره هتلاقوها تقلت كده. بصوا دي الطريقه المظبوطه 100% والله العظيم جربوها اقسم لكم بالله ما هتعملوا غيرها. فظيعه. والكميه دي انا بالنسبه لي حلوه والله. خلصت هنعمل تاني بس الكميه دي حلوه بالنسبه لي يعني انا بعملها عشان برضو مش عايزين ايه يعني اللي احنا عملناه كله في الرجيم وبتاع ما يبص. يعني هي مثلا واحد النهارده ياكل منها يخلصها بقى وخلاص. يلا والله اللي هيعملها يبقى الف هنا وشفا عليه وحياه ربنا هتعجبه قوي. تمام. متنسونيش بقى في لايك حلو. اللي هيعملها يكتب لي في الكومنتات او يبعت لي يقول لي انا عملتها بطريقتك وايه رايه فيها. ولو ما اشتركش عندي في القناه يشترك واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.